MBS. يو الجامية والمداخلة اللي انت مسرحهم على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا للناس أطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر، لا طاعة لولي الأمر إذا كان زيك مجرم. إذا كان مجرم زيك لا طاعة له ولا سمع، لا سمع ولا طاعة. انت ديوس بقرون، انت لست ولي امر المسلمين، لا انت ولا سيسينياهو، انتوا تحت نعال المسلمين، تحت نعال العرب اللي بتحكموهم واللي مش بتحكموهم. واللي انا عايزه اعرفه لك بس، انت والجميع والمداخله اللي بيقولوا اطيعوا الله واولي الامر، انا اطيع الله فقط. انما اللي بيعادي الله ورسوله، اللي بينبش قبور الصحابه، اللي بيهدم مقدسات المسلمين، مساجد، قبور صحابة، جبل أحد، ده ملوش عندي ولا عند أي مسلم محترم بيحب دينه غير الجزمة القديمة. عارف ليه؟ لأن في حاجة اسمها الولاء والبراء. الولاء والبراء للمسلمين، عرفت؟ فأنت لما تعادي المسلمين، لما عدائك يكون للمسلمين، أنت لا سمع لك ولا طاعة يا عدو الله، يا مجرم، يا ابن الحرام، يا ابن العيبة، أنت وسيسينياهو، يا خنازير، يا ولاد الكلب. فهمت؟ واي حد بيدعو ان احنا نطيعك انت او هو او MBZ او اي حد من المجرمين دولت، هو عباره عن حساله. بالنسبه لي انا، في وجهه نظري انا كامراه مسلمه، هو عباره عن حساله وكيس زباله لا يقل اجراما ووساخه ودناءه وحقاره منك انت يا عدو الله. انت ديوس، انت اخرك روح امسك لكريستيانو الفوطه وهو مع اسمها ايه بتاعته دي، خلاص ده اخرك، ده تمامك. مهرجان الرياض، مهرجان الكلاب، مهرجان